ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ودايما في افضل صحه واحسن حال. الفيديو النهارده اللي انا هتكلم فيه وحياة ربنا انا عارفه ان انا بعد الفيديو ده هتهاجم هجوم مش طبيعي. واسفه جدا طبعا ان انا اتكلمت فيه، ولكن مش مشكله بقى، انا هتكلم فيه لان اللي انتوا بتعملوه ده والله العظيم اسمه جريمه. جريمه حرفيا في حق نفسك وفي حق بناتك او بنوتك. لما اخش الاقي بدل البنت اتنين وتلاته بيقعدوا ورا بعض اخوات علشان يعملوا القرف ده، فده حرام، دي جريمه. جريمه هتتحاسبي عليها ويشهد ربنا. انا شغلي كله سكين كير، انا شغلي كله المفروض من جزء من شغلي ان انا ببيع المنتج ده. يعني المفروض ان انا ما اروجش عنه اي حاجه وحشه، لان اكبر مكسب في المنتجات دي هو في المنتج ده. يعني اكبر مكسب في السكين كير ومنتجات التجميل هو الشغل في المكسب ده. الشعر خلينا متفقين ان هو اكتر حاجه ممكن احنا نكسب منها، وخصوصا لما يكون مواد فرد، فدي ما فيهاش كلام. بالنسبه لكل حد هيخش يهاجمني سواء واحد او واحده، عايزه اقول لكم مبدئيا اتقوا الله، اتقوا الله. وان انتوا فيكوا ناس ما تعرفش ان الكلام اللي انا هقوله ده غلط، فاديكوا بتعرفوا. واذا كنتوا انتوا بتعرفوا فسيبوا الزبون بتاعكوا او الكلاينت بتاعكوا او العميل بتاعكوا او ايا كان انتوا بتسموه ايه، سيبوه يبقى عارف ان هو بيحط على شعره ايه واضراره رايحه فين، واللي بتحط لبنتها بتعمل ايه. سيبيها تبقى عارفه او سيبها تبقى عارفه، وانت اشتغل وبس، وهي تتحمل عواقب اللي هي بتعمله، تبقى هي عارفاه وعلى درايه، ويبقى انت حللت او انت حللتي الجنيه بتاعك. مالكيش دعوه، ما تقنعهاش. انا في شغلي وناس كتير عارفاني لما بيدخل لي واحده تقول لي انا عايزه كذا كذا والحاجه دي ضرر، انا بقول لها لا. انا بقول لها، او بقول لها مثلا اوكي خديها بس على مسؤوليتك الشخصيه، لان ديت عيوبها واحد اتنين تلاته. والله في اللي بتقول لي اوكي هجرب، وفي اللي بتقول لي لا خلاص انا مش عايزه. فلو قالت لا مش عايزه، انا ما اتقطعش عني رزق، عكسا اقسم بالله خالص بيجيني اكتر منه. وان قالت اوكي عايزه، فانا كده حللت القرش بتاعي مليون المية. خلاص. فانا الكلمتين اللي هقولهم واللي هتفكر تخش تهاجمني اقسم بالله هطلع لك فيديو هطلع لك فيديو وهاكلك، عارفه يعني مش عايزه اقول لك، لان انا بتكلم في كلام مظبوط جدا 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 جدا. وانا ببيع المنتج ده، ببيعه عادي، وببيعه للكوافيرات، وببيعه للناس بالجرامات، وعادي جدا. خلاص. فيلا طبعا انا مبدئيا عايزه بس كمان برضو اوضح لكم حاجه في البدايه. ان في واحده هتقولي اعمل ايه يا اسراء، انا بلجأ للفرد، لان طبعا دوت انت مش متخيله الشعر اقرط 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 طبعا زي ما انتم بتسموه. فانا هرد عليكي بسيط جدا، هقولك اقرط احسن من اقرع. اقرط احسن من مقصف. مقصف وهايش ومتكسر ومتبهدل وبرده اقرط زي ما انت بتسميه. اقرط احسن من شعر مطقطق ابيض. اقرط احسن من امراض كتير قوي الله يعافينا غيرنا بيتمنى على شعره وعلى راسه شعرايه. اصلا انا بنتي بتصعب عليا واصحابها بيتريقوا. ما عادش يا حبيبتي الثقافه زي الاول، وانتي مش احن عليها ولا على نفسك من اللي خلقها، انتي بس ما الا انك بتستسهلي. انت اللي مش عارفه تتعاملي مع شعرك ولا مع شعر بنوتك، ولا انت عندك ثقه في نفسك ولا عارفه تديها الثقه في نفسها في ظل التوسع كمان اللي احنا فيه. ما عدناش زي زمان، ما بقاش فيه اللي كان موجود زمان. فانا بقول لك انت مش احن من اللي خلقها عليها ولا على نفسك، ولكن انت بتلجئي للطريق السهل عشان تريحي دماغك. لان خدي بالك ان انت توصلي لها ثقه في نفسها، او ان انت تتعاملي مع طبيعه شعرها اللي هتحتاج منك شويه عنايه من حضرتك، وهبقى اعرفكم في فيديوهات تانية ازاي تعتنوا. فهو ده تقصير منك انت، دي حاجه مش سهله ان انت توصلي لها، دي حاجه صعبه جدا ان انت تعمليها. فالام اللي بتعملها طبعا برافو، وفنانين كتير بيعملوها، فنانين كتير، بدليل ان اعلان باندولين ما كانش فيه بنوته شعرها مفرود، والناس دي كلها قادره تفرد، ولكن كانوا سايبين البنات على طبيعتهم. والبنات كانت حابه نفسها جدا وكانت بترقص جدا ومفيش اي مشاكل بالنسبه لهم. المشكله جوه عقولنا، المشكله جوه عقولنا مش في خلقه ربنا خالص. فطبعا انا طولت عليكم جدا في البدايه. قولوا ماله يا بنتي يا سوسو طولي، ادينا قاعدين معاكي بس انجزي علشان احنا مستعجلين. هقول لك طيب، لو اول مره بتشوفيني ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناه، ولو انت لسه ما اشتركتيش وانضميتي لينا في الفيسبوك في جروب اسراء لولي، يلا بسرعه تعالي انضمي لينا عشان تستفيدي ويوصلك كل جديد بنقدمه. ورجعت لكم تاني عشان اقول لكم ايه هو البروتين، او ايه هو اللي شعرك ممكن يصوت منه وبيستغيث بيقولك اغيثيني. البروتين
ايه هو البروتين؟ البروتين ده مادة تحنيط. انتي بتحطي بروتين، كرياتين، برمننت، جلاد، مادة فرد، حنة فرد، اي مادة في الدنيا فيها نسبة فورمالين. ليه؟ علشان خاطر تخلي شعرك انسيابي، عشان يبقى انسيابي كده ولامع وناعم على الاخر. طيب المادة دي ايه هي مادة الفورمالين؟ مادة الفورمالين دي بيستخدموها من ايام الفراعنة، بيحنطوا بيها الميتين او اي حاجة ميتة، اي حاجة ميتة محنطة بيحافظوا عليها بالفورمالين. هو ده تحديدا اللي حضرتك بتعمليه على شعرك، سواء كان بوتوكس بقى تقول لك اصل ده نانو، اصل ده فيلر، اصل ده بوتوكس، اصل دوت مش عارفه كولاجين ايه، اصل ده نص ترميم ونص علاج. مفيش الكلام ده حماده، الكلام ده حماده حماده حماده، مفيش الكلام ده. ومفيش حاجه زيرو فورمالين، لان اصلا ماده البروتين والكرياتين دي ماده موجوده في الجسم، ماده بتستخرج من اجسامنا عادي جدا، يعني جسمنا بيستخرجها عادي جدا عشان يديها لشعرك. فلو اتفقنا ان الكلام ده حقيقي والكلام ده حقيقي وموجود فعلا في البرازيل، ولكن ما بيسببش طبعا. اولا الجرام منه اغلى من جرام الذهب بكثير جدا 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 جدا، في يعني فوق ما انت تتخيلي. ولانه خالي من الفورمالين فهو ما بيعملش الانسيابيه الفظيعه اللي انت فاكراها خالص. هي بتخرج برده لو شعرها افريقي بتخرج شعرها ويفي، ولكن مش هايش ومش منكوش، ولكن هو مكسر برضو، يعني هو فيه كسرات بس هي بتبقى راضيه عنه جدا لانه مش منكوش. هو ده البروتين الحقيقي. انما كل البروتين اللي بيتصدر لنا ده كله حماده. اللي تلاقي واحده عامله شعرها لحد الهانش كده وشعرها مكلفها 4000 جنيه، وعامله شعرها لحد مش عارفه ايه مكلفها 2000 جنيه، وفي ناس بيتكلف 1000 جنيه، كل ده فيه فورمالين، كل ده فورمالين ايا كان اسمه ايه فيه فورمالين. فتخيلي حضرتك حنطتي الشعرايه. هي طبعا المفروض، طبعا عذرا ان انا بتكلم بسرعه عشان مش عايزه اطول معاكم وقت الفيديو، بس انا حابه اشرح لكم، انا نفسي اجيبكم كده واحده واحده من شعوركم دي وافهمكم، فافهموني بس. الماده دي انت حضرتك المفروض ان هي بتحطها على شعرك بعد سنتي، لازم تحطها بعد سنتي. بس تخيلي بقى لو هي حطت سنتي يعني عقله صباع كده، فتخيلي حضرتك لو هي حطت لك الماده دي من بعد الفروه بتاعه راسك بسنتي، طب ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الجذور هتبقى واقفه كده اهو طبعا، وطبيعتها طبيعيه جدا، وبقيه الشعر انسيابي وجميل ومش هتلحقي ان انت تفرحي بيه، واصلا مش هتفرحي بيه من اول يوم، لا ملمس ولا مظهر. فبتضطر هي ان هي تبعد ملي واحد بس، لان هي لو حطت الماده ديت ايا كان نوع البروتين بتاعها على فروه راسك هتسبب تهيج. لو البشره حساسه في فروه الراس جدا هتعمل التهابات، هتقفل المسام، هتوديكي في حته تانية خالص 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 ورا الشمس. فهي بتبعد يا دوبك قد ما تقدر، يعني 1 ملي عن فروه راسك، وبعدين تبدا تطبق البروتين او ايا كانت الماده اللي بتحطها بتاعت الفرد اللي فيها نسبه الفورمالين بدرجاتها بقى، ايا كانت درجاتها ايه، فانت شعرك داخله الفورمالين. طيب بنعمل ايه بقى؟ الماده دي بتيجي على شعرك بعد ما بتحطها وبعدين تكبسها بحراره عشان تثبتها. فهي عزلت، وركزي معايا، هي عملت عزل للشعرايه كلها بدايه من اول الروتس بتاعتها لحد الاطراف. عزلتها بايه بقى؟ بماده غلفتها. الماده دي لما غلفتها، تخيلي الشعرايه دي عامله زي الزرع، الشعرايه دي بتتنفس، بتاخد هواء وبتاخد اكسجين وبتاخد عوامل جو، وبتتاثر باقل حاجه ممكن تتخيليها الشعرايه بتتاثر. هي لما بتحط طبقه العزل دي وتحنطها قفلت كل المسامات اللي موجوده فيها، فبالتالي ما بقاش بيوصل لها اي غذاء من اي نوع، غير ان الجزء كل الشعرايه اللي في راسك دي شعرايه ميته محنطه، يعني محطوطه معاكي مجرد منظر فقط، فقط لا غير، منظر. انتي معاكي شعرايه شكلها حلو ولكن هي ميته. ايه بقى اللي حي عند سعادتك؟ جدر البصيله. جدر البصيله اللي جوه فروه راسك هو اللي حي، هو اللي بيبدا ينمو. فلما بينمو بيرجع لطبيعته، ولا بيتعالج ولا اي نيله، ما بيتعالجش، ما بيتعالجش، هو بيطلع لطبيعته، بيطلع لطبيعته. تمام؟ فانت كده اصبح معاكي شعرايه، الشعرايه دي هتفرحي بيها شهر 2 3، والله العظيم 3 مش اكتر من كده. وبعد كده هتبداي تلاقي الساقط، هتبداي تلاقي الشعرايه اصلا اللي هي مطوله دي، اللي انت بتبقي شايفاها جميله وحلوه دي طبعا ميته، اتفقنا ان هي ميته ومتحنطه، فهي سهله جدا تتقصف، سهله جدا تتكسر، سهله جدا ان هي اذا كان هي اصلا بتبقى طبيعيه وتلاقيها مقصفه لوحدها. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. يعني هي من اطرافها تلاقيها بتبقى مقصفه مفتوحه نصين كده ولازم تتقص. فانتم متخيلين؟ ما بالك انت بقى محنطاها. لذلك هي بتقول لك هتستخدمي شامبو زيرو سلفيت، وطبعا زيرو سلفيت دي حاجه نيله سودا، لان دي ما بينضفش الشعر، ما فيهوش اي نسبه سلفيت ولا نسبه صغيره، فما بيعملش رغوه، فبالتالي انت شعرك ما بينضفش، فروه راسك ما بتنضفش على طول، ما بتتطهرش، فطبعا دي نصيبه.
دي رقم واحد. رقم اتنين بتقولك هنستخدم شامبو بلسم حمام كريم. بلسم حمام كريم يعني هي بتحافظ لك جدا على الترطيب بتاع الشعرايه المتحنطه، لان الشعرايه دي انت لو ما عملتهاش بالترطيب اوفر جدا هتبقى سريعه في انها تتقصف وتتكسر جدا، فهي بتحاول تطولك في عمرها وبرده هتتقصف وتتكسر. تمام. بتقولك استخدمي سيرم. سيرم يعني السيرم ده فيه سيليكون، يعني انت بتكملي تاني التغليف، انت بتغلفي تاني الشعرايه. انت متخيله؟ يعني هي متحنطه وانت بتغلفيها بطبقه العزل بتاعت السيرم، فانت متخيله المأساة اللي انت عملتيها. طيب نقيس بقى على كده ايه؟ نقيس على كده ان ممكن لا قدر الله الف بعد الشر يحصل سرطان، لو في خلايا سرطانيه موجوده في اجسامنا كلنا، لو في خلايا نشطه فانت بتبهدليها. دي رقم واحد. رقم اتنين ان سعادتك شعرك بيطقطق ابيض بسرعه البرق، يعني تبقى بنتك او سعادتك لسه في العشرينات والشعر ما شاء الله مطقطق ابيض من ايه؟ من البلاوي السوداء اللي انت كنتي بتحطيها على شعرك انت وهي. طيب ايه كمان ممكن يحصل؟ تلاقي الشعرايه مقطومه منين؟ من جدرها، وانت يهيأ ليكي ان ده بيبي هير. ده ولا بيبي هير ولا نيله، ده ما طلعش بيبي هير ولا نيله، ده الشعر اتقصف، فاللي فضل هو الجزء اللي نما جديد، فانت بيهيأ لك انه بيبي هير وما تلاقيش شعرايه قد التانيه. لذلك اول ما بتخلصي الفرد لازم ان انت تساوي الاطراف، لان بتكون اهلكت، بتكون اتعدمت، بتكون مش مستحمله درجه حراره المكوى اللي هي 470 درجه على الفورمالين، فالموضوع بيبقى نيله. فهمتيني؟ لذلك اي واحده في الدنيا قررت ان هي تفرد شعرها وبعدين قالت انا هوقف الفرد لان شعري باظ واتدمر، وانا كنت واحده منهم، مفيش نوع فرد ما عملتوش. انا بكلمكم عن تجربه جدا، لان انا شعري كيرلي، يعني انا شعري مجعد. انا بكلمكم من واحده بتتكلم في اللي انتوا فيه، وعمري ما حسيت ان انا شعري اكرت ولا شعري مجعد، ولا عمر حد قال لي وما تقوليليش اصل انت مش متخيله اصل انا بنتي شعرها افريقي. مفيش الكلام ده. انت لو عايزه تعملي هتعملي، انت لو عايزه تهتمي هتبحثي وتسيرشي وتشوفي، هتدخلي تسالي واحده زيي وهقول لك، وهتشوفي في الفيديوهات الجايه هعملها لكم وهوريها لكم. فانا اللي عايزه اقوله لك، انت عايزه تهتمي، عايزه تعملي معلش عارفه نرجع تاني، اللي بتبقى عايزه تهتم وقرر توقف بتعمل ايه؟ بتروح جايه عند الشعر ده كله وتبدا ان هي تقصه. كل الشعر المتحنط ده بتبدا ان هي تتخلص منه علشان تتعامل مع الشعر الجديد، وطبعا بياخد منها كتير. انا خد مني 4 سنين علشان يتظبط، 4 سنين بعالج فيه عشان يتظبط، عشان يرجع يطول، عشان نموه وقف. انتوا مدركين انا بقول لكم ايه ولا انتوا مش مدركين المصيبه؟ طب هنعمل ايه بقى يا اسراء؟ هتوقفي. لو انت كنت بتفردي وقفي، ولو انت فردتي لبنتك وقفي، ولو انت لسه بتفكري تفردي ما تفرديش. ما تقوليش اصل انا هعمل عند فلانه الفلانيه ولا ترتانه العلانيه. مفيش حد ما عندوش فورمالين، مفيش حد في مصر ما بيحطش فورمالين، مفيش حد في مصر هيديكي نسبه فرد كده شطاني كان كل الناس راحت له. مفيش لو جوه مصر ولا بره مصر بيفردوا الفرد الانسيابي اللي انت فاكراه ده. الاجانب بقوا يعملوا كيرلي يا جماعه. اصحوا، ما تخلوش الناس تداير على قفاكوا وبفلوسكوا. وبعدين دي هلومه جره ما بتخلصش. اوعي تفكري نفسك لما هتروحي تفردي ب1000 ولا 2 ولا 3 ولا 4 هتبقى مره في عمرك، هتفضلي عمرك كله عايشه بيه لحد ما تقرعي. هتفضلي عمرك كله عايشه بيه لحد ما تقرعي. حبي نفسك، حببي بنتك في نفسها، اتعاملي مع طبيعه شعرها، ادخلي على النت وشوفي الكيرلي بيتعمل ازاي. ولو لقيتي الموضوع خزعبلي استنيني، هعمل لك فيديو هعرفك ازاي تتعاملي مع شعر بنوتك او مع شعرك مهما كان. فهمتوني؟ منتجات كتير جدا ممكن تجيبيها بفلوسك الكتيره دي. الخلطات والترميم اللي بتقولك نص ترميم ونص مش عارفه ايه، مفيش الكلام ده، مفيش. هي بتعمل لي خلطه انا عملتها تشيليون مره في الجروب عندي، عملتها وكنا بنبيعها وما زلت ببيعها على فكره. وقلت عشان اللي مش قادر يشتريها او اللي واثق او اللي بيشكك او اللي ما بيحبش يتعامل اونلاين يعملها في فيديو، طلعت لايف وعملتها لكم وقلت اللي حابه تعملها تتفضل تعملها. مفيش احسن من كده. دي الترميم اللي هم بيحطوا عليه نسبه البروتين ويروحوا يفردوا شعرهم. انما انت واحده عايزه تنامي، عايزه ترتاحي وشعرك يبقى جميل كده هو مؤقتا، وبعد كده ترجعي تلطمي بقى وتلمي الدنيا، وعايزه بنتك تبقى اموره وجميله يا ستي. يعني فاضعف الايمان اكوي الشعر. ارجعي تاني بقى لزمان ايام الابيض واسود وشوفي، هتلاقي كان في ناس كرت، بس انت تعرفيش ان هم كرت من كتر ما بيكوا. المكوى هي ليها ضرر ولكن اقل ضرر، اقل 1000 مره ضرر. كفايه انت يوم ما بتحبي تقولي انا شعري هولك اتهلك وعايزه اعالجه، ببساطه شديده هتوقفي المكوى وتخشي تستحمي وتعالجي. مفيش اسهل من كده. انما تقولي لي لا اصل انا رايحه افرد، اصل انا رايحه اتنيل، لا يا جماعه.
لا يا جماعه، الكوافيرات بقيت بتصدم، الاقي واحده سالفه عامله جمعيه وحاطه بنتها على الكرسي تعمل لها فرد، وبعدين تقوم بنتها وتاني يوم تجيب لها التانيه عشان تعمل لها فرد، وبعدين الاقي البت شعرها اصلا مش محتاجه يتفرد. والله ما محتاجه يتفرد. لو انت بتحبي بنتك قوي اللي هتحطيه في شعرها في الفرد، اجري روحي اشتري بيه مكوه. اشتري بيه مكوه وخليها تكوي. النهارده بقى في مكوه فرشه، وبقى في مكوه بخار ينفع تكوي بيها بشكل يومي، وبقى في كل حاجه، وانا بوفره لكم في الجروب، وبطلع هنا اقول لكم تجيبوا منين وتعملوا ازاي. فاوعي، اوعي تعملي في بنتك كده، واوعي تعملي في نفسك كده. خلاص. فانا اسفه جدا ان انا طولت عليكم، وعلى فكره انا ممكن اقعد اتكلم قد الفيديو ده كمان كتير عشان اقنعكم ما تعملوش البلوه السوداء دي فيكم وفي بناتكم. من فضلكم، من فضلكم، البلوه المصيبه دي اللي الناس بتكسب فيها على قفاكم ما تعملوهاش. بصوا انا خلاص تعبت، حاسه ان انا هنط لكم في قلب الشاشه. بس والله العظيم انا بيصعب عليا جدا، انا بيصعب عليا جدا المهزله دي، وبعدين ارجع الاقي كميه ناس، والكلام ده كنت بقوله في الجروب، والناس بتمشي من دماغها وتروح تفرد شعرها، وبعد ما تفرد شعرها انا عندي ناس بشعر راسي ده في الجروب بتقول لي يا ريتنا سمعنا كلامك، وبيتعالجوا دلوقتي في شعرهم وبرده مفيش فايده، برده مفيش فايده، لسه بيصدقوا ولسه بيعملوا. فارحموا نفسكم، ارحموا شعركم، وحبوا نفسكم زي ما ربنا خلقها. ومحدش في الدنيا هيحبك ويخاف عليكي وعلى بنتك قد ما انت هتحبي نفسك وتخافي عليها وتحميها وتحافظي عليها. ولازم لازم يا جماعه الحاجه اللي محدش واخد باله منها، لازم تحبي خلقه ربنا. الحلو من عند ربنا والوحش من انفسنا، احنا اللي بنبهدله. حبي خلقه ربنا وتعاملي معاها ايا كانت ايه شكلها وايا كانت ايه وضعها، وتاكدي ان ده افضل شكل واحسن صوره هو خلقك فيها. هو عايزك كده، هو عايزك كده. هو لو عايزك شعرك ناعم هيخليكي شعرك ناعم، لو عايزك شعرك افريقي هيخليك، لو عايزك بيضه هتبقي بيضه، لو عايزك سودا هتبقي سودا. فبطلوا، بطلوا الحاجات اللي بتعملوها دي، الله يبارك لكم. اسفه جدا ان انا انفعلت، بس والله العظيم انا غصب عني. واسفه جدا على منظري اللي انا طلعت بيه ده، بس والله انا بصور دلوقتي الساعه 5:30 الصبح الفجر يعني، فما رضيتش انام الا لما اصور الفيديو، علشان خاطر انا شفت النهارده قله ادب، بصراحه قله ادب. وعلما ان الكوافيره كانت عارفه ان دي قله ادب، ولما مشيت انا اللي بديها شغلها، انا اللي بديها الحاجات اللي يعني اللي هي الصبغات بقى والاجهزه اللي بتشتغل بيها، فكنت موديه لها دفعه عشان العيد، وهي عارفه ان هي عامله نصيبه. يعني هي عارفه، بقول لها حرام، يعني انت عارفه ان هي بنت صغيره. قالت لي امها عايزه تفرد لها، وانا ما ينفعش اقول لها اصل انا عامله لاختها. حكيت لي قصه. حرام، نتقي الله، نتقي الله من فضلكم، نتقي الله في نفسينا، ونتقي الله في قرشنا اللي بندخله في بيت على عيالنا احنا كناس بتتعامل مع الجمهور، والجمهور يتقي الله في نفسه، لان انتوا يا جماعه اللي بتدوه، يعني انتوا اللي بتدوا فرصه للناس دي تعمل فيكم كده. بعتذر كمان مره لو انا انفعلت. لو انت اول مره بتشوفيني ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناه، ولو انت لسه ما انضميتيش للجروب يا ريت تدخلي معانا تنضمي. هتلاقيني سايبهولك في صندوق الوصف اللينك تحت. اتشرفت بيكم جدا، وكل سنه وانتم طيبين، وباي باي.